مرحبا بكم في الفيديو جديد مع أبو العريف. اليوم باش ناخذكم في جولة لاكتشاف قصر الرباط بسوسة، أحد أهم المعالم التاريخية في المدينة، وهو يعد من أهم المعالم في العمارة الإسلامية، شاهد على عصور من تاريخ تونس. قبل ما نبدأ الفيديو ما فيها بس كان تشجعوني بالاشتراك في القناة، وتوا يلا نبدأ. تم بناء قصر الرباط في القرن الثامن الميلادي، تحديدا عام 821 في عهد إبراهيم الأكبر. الهدف من القصر هو حماية المدينة من الهجمات البحرية، خاصة من البيزنطيين. قصر الرباط هو حصن عسكري، وهو جزء من سلسلة من الحصون على طول الساحل التونسي، وكانوا الحصون هذه يتواصلوا بين بعضهم للإشعار بهجوم عبر استعمال النار والدخان. لكن الحصن هذا ما كانش عنده دور عسكري فقط، كان زاد مكان للعبادة وطلب العلم، وين نلقاو فيه مصلى من أقدم بيوت الصلاة في العالم الإسلامي. والمعلم التاريخي هذا فيه حتى المخازن. قصر الرباط يتميز ببرج أو منارة موجودة في أحد أركان القصر، والبرج هذا مستلهم من نمط المآذن العباسية، وهو حتى مدخل القصر والسقيفة مستلهمة العمارة متاعها من القصور العباسية. القصر يتميز ببساطة المعمار متاعو، وين نلقاو الحجر المرصوف وقليل الزخرفة والنقوش، لكن معروف عليه الصلابة في البناء، على خاطر الحيوط متاعو مبنية من الحجر الكلسي اللي قادر يوفر حماية كبيرة ضد أي هجمات خارجية، بخلاف طرق حماية أخرى كيف مثلا المدخل متاع القصر نلقاو في السقف فراغات على طول السقيفة. الفراغات هذه كانوا يستعملوها باش يصبوا منها الزيت المغلي على أي عدو يحاول الاقتحام والدخول للحصن، وهذه طريقة من الطرق المختلفة اللي كانوا يعتمدوها وقتها. قصر الرباط تعدت عليه سنين ودهور، وكما تعرفوا اللي الحاجة ما تدومش، لهذا كان يحتاج من وقت لوقت لبعض أعمال الترميم. وهو في الحقيقة على مر العصور هذه تعدى حتى بعض التعديلات، كيف بناء مخزن الماء وتوسعته، وتم زاد تجديد الجناح الغربي والشرقي في عام 1722. حتى في عهد الدولة التونسية الحديثة خضع لعمليات ترميم عديدة حتى يكون متاح للزوار بشكل أفضل، ويزيد يحافظ على طابعه الإسلامي العتيق. رغم هذا مازال في قصر الرباط بعض المشاكل، كيف الساحة الخلفية اللي تعاني من إهمال كبير، خاصة بعد الثورة، حتى توصل الظن أنها عملية تخريبية متعمدة. إن شاء الله يتم الالتفات للنقطة هذه بالذات من طرف المسؤولين. رغم مرور أكثر من 1000 عام على بناء قصر الرباط، لكن مازال يحتفظ بالطابع متاعه، ومازال شكل البناء فيه ما تغيرش وبقى صامد كما هو. كل زاوية فيه وكل التفاصيل الصغيرة اللي نلقوها تحكي لنا على قصص من عصور مختلفة عدت على المدينة ومرت على جزء من تاريخ تونس.
كانت هذه لمحة على قصر الرباط بسوسة، المعلم اللي جمع بين التاريخ والثقافة والدين. القصر تجربة حلوة برشا لاكتشاف التراث التونسي. شكرا على المتابعة والاهتمام، إن شاء الله نتلقاو في الفيديو الجاي، وتوا نبقيكم على خير.